في الفيديو ده هنكمل مع بعض جولتنا في مدينة بورسعيد. هنزور مع بعض أماكن جديدة وهنجرب واحدة من أكلاتها المشهورة. ولو ما كنتش شفت الفيديو الأول ممكن ترجع تشوفه وتيجي تكمل معانا الرحلة. شيل بقى الورقة كده. صحينا براحتنا شوية وملحقناش الفطار بتاع بيت الشباب للأسف. نزلنا وقلنا نجرب الكاساتا، ودي آيس كريم بكذا طعم مع بعض، وهو في الأصل إيطالي وبورسعيد مشهورة بيه جدا، والمحل اللي بيعمله اسمه سلسبيلة وهو قريب من بيت الشباب. رحنا بعد كده حديقة فريال، ودي ممكن تكون أحلى جنينة في بورسعيد ومن أحلى جناين مصر كلها. دخلنا الجنينة وزيها زي باقي الجناين في بورسعيد ملهاش سور ومفتوحة للناس كلها. في الشتاء بتبقى مفتوحة لحد الساعة 9 بالليل، وفي الصيف تقريبا لحد 12، وده لأن دايما بيبقى فيها أمن عشان يحافظوا عليها. حديقة فريال افتتحت في حفلة كبيرة سنة 1869 حضرها كتير من الملوك والأمراء من دول كتير، وكان ده بمناسبة افتتاح قناة السويس بعد الانتهاء من حفرها، وعشان كده تعتبر من المعالم المهمة جدا في بورسعيد. الجنينة كمان فيها مسجد وحمام وكل حاجة نظيفة ومجانية دايما. موجود قدامنا دلوقتي خريطة مجسمة لقناة السويس، وظهر فيها كمان فنار بورسعيد اللي هنشوفه كمان شوية. حاجة لاحظتها في حديقة فريال إن الشجر كله مكتوب عليه تاريخ ميلاده ونوعه. انا كنت قاعد مركز في الماتش كمان نيدرلاندن. رحنا بعد كده نشوف أقدم فنار خرساني في العالم. فنار بورسعيد اتبنى سنة 1869 بالتزامن مع افتتاح قناة السويس عشان يرشد السفن للميناء اللي كان جديد ساعتها، وضوءه بيوصل مسافة 40 كيلومتر. نيجي بعد كده للبيت الإيطالي، وده مكانه بين الفنار وبين ساحة مصر اللي رحناها امبارح. البيت الإيطالي اتبنى سنة 1935 في الحرب العالمية، واللي أمر ببنائه موسوليني عشان يبقى المقر بتاع الإيطاليين في مصر أثناء الحرب. واللوحة اللي عليه دي تعتبر آخر أثر موجود في العالم لموسوليني. خلال الحرب استولت عليه بريطانيا وحولوه لنادي فيه سينما ومطعم ومحلات ليهم. أكيد اللي شاف الفيديو اللي فات هيعرف المكان ده كويس، بس قررنا إن احنا هنروح نشوفه برضه الصبح. كان في كروز بتطلع من هنا، كانت بتقف في بورسعيد هنا ليها محطة هنا، الناس بتنزل تاخد جولة وتطلع تاني. طبعا زي ما انتوا شايفين احنا دلوقتي في ممشى ديليسيبس. حبينا اننا نأجر عجل ونلف بيه شوية في البلد، وهنطلع بعد كده على البحر عشان نشوف الغروب منه. التمثال اللي قدامنا ده هو مجرد قاعدة لتمثال كان موجود قبل كده، كان عليها تمثال ديليسيبس، وده المهندس اللي حفر قناة السويس. التمثال ده اتبنى في الذكرى ال30 لحفر قناة السويس، يعني سنة 1899. وفي العدوان الثلاثي أهالي بورسعيد كسروا التمثال لأنه بيعبر عن الظلم اللي تعرضوا له أثناء حفر قناة السويس، ساعة لما كانوا بيشغلوا المصريين بالسخرة في الحفر. طلعنا بالعجل على البحر عشان نتفرج على الغروب. بورسعيد مش متقسمة شواطئ زي اسكندرية ومطروح وكل شاطئ بتيكت مثلا، لا بالعكس، البحر في بورسعيد كله مفتوح على بعضه، والدخول أي وقت بدون أي رسوم ولا أي حاجة ولا بوابة حتى. تأجير الكراسي والشماسي بس اللي ممكن يبقى بفلوس، وبتبقى بسيطة، وممكن لو حابب تقعد من غيرهم حتى مفيش أي مشكلة. رحنا بعد كده متحف بورسعيد الحربي، وده من أجمل المتاحف واللي بحس فعلا إنه متعلق بالبلد، لأنه بيعرض تاريخ بورسعيد وبيوثق أيام العدوان الثلاثي والنكسة وحرب 73 ومعظم الأحداث اللي حصلت في بورسعيد.
هحط لقطات بسيطة بس من المتحف عشان ما احرقوش للي حابب يزوره. المتحف مفتوح من 9 الصبح ل3 العصر، وبعدين من 6 المغرب ل9 بالليل. ممكن تزوروه في اي وقت منهم. حرب اكتوبر بقى 67. رحنا بعد كده عشان نتغدى في مطعم اسمه بيتزا سلايس. ودي كانت نهاية رحلتنا في بورسعيد. اتمنى تكونوا انبسطتوا معانا. ان شاء الله هنزل فيديو قريب جدا هشرح فيه ازاي تروحوا بورسعيد من اي محافظة. ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك عشان في فيديوهات جاية كتير هتنزل ان شاء الله. اقف جنبك.